ازاي اسلم لحد انا مش واثق فيه؟ هتقولي لا يا وسام، انا عملت اللي عليا وسعيت وسبت النتيجه على الله، ورغم ذلك برضو انا ما حصلش اللي انا عايزه. انت هنا مش تسليم تام وكامل، انت هنا وكانك بتختبر ربنا سبحانه وتعالى. طيب انا هسلم بس وهعمل اللي عليا واشوف النتيجه بقى عليك، وهشوف كده هيحصل ايه. فانت كانك بتختبر ربنا سبحانه وتعالى. فانت لما بيحصلش النتيجه فانت بتتاكد عندك هذه الافكار والمعتقدات اللي هي اصلا في العقل اللاواعي عندك. طيب ايه اللي ممكن يخلينا شويه نقدر نسلم؟ وان هو التسليم ده عايز قلب كده زي قلب سيدنا ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. سيدنا ابراهيم وكل القصص بتاعته وهو قصه للتسليم التام. ادخل النار بيدخل، سيب مراتك في الصحراء وابنك وامشي، اذبح ابنك تسليم تام. احنا عشان نوصل لهذا التسليم التام فهو صعب شوية، او محتاج شغل كتير قوي على نفسنا، او محتاج ان احنا نبقى من جوانا عندنا هذا اليقين التام والتسليم التام. طيب زي ما انا قلت لكم قبل كده، وده قناعتي التامة، كل حاجة في الواقع بتاعك هي within you، كل حاجة داخلية عندك هي منعكسة على الواقع بتاعك. يعني ايه؟ ومن ضمنهم التسليم. يعني ايه؟ يعني انا عشان اقدر اسلم لازم افرغ نفسي من معيقات هذا التسليم، وافرغ نفسي من المعتقدات والافكار والبرمجيات اللي مسببة ومعيقة لهذا التسليم.